تصريحاتك ايضا زادت الطين بله، نعم. اللي انه انت تتحدث انه ايرانيين يجون يقعدون بالوزاره ويشرطون ويفرضون املاءات. ما كنت متوازي على هذا التصريح في وقته للتاريخ يعني؟ لا، احنا بالنسبه للايرانيين، شوف اخوي، احنا ما عندنا عداء شخصي مع الايرانيين ولا مع الكويتيين، هم اشقاء وجوارين، لكن احنا كبلد لازم نخلي مصلحه البلد فوق كل اعتبار. أنا ما معقولة أخدم مصلحة بلد ثاني والله حتى أكون أنا سياسي، هذا مو صحيح، هاي تعريف السياسي خطأ. طيب. فالإيرانيين كانوا يردون، أول شيء كان السفير الإيراني راد من عندي ربط سككي وراد فتح الأجواء، قلت له هذا يضر العراق ويضرر موانئنا ويضرر مشروع ميناء الفاو. قال احنا دعمناكم ووقفنا وياكم ايام المعارضه. قلت له زين، اذا انطيتك ربط سكك وانا تضررت موانئي، انت ايش تعطيني مقابلها؟ طيب. قال شنو تريد مقابلها؟ قلت له ارجع لي شط العرب ما قبل ال 75 وافتح منافذ الماء اللي غلقتها على دياله والمحافظات الاخرى، اكثر من 40 منفذ ماء. قال لي هذني لا تتناقش بهن، هذني لا يمكن ان نحققهن، احنا نحقق لك شغله واحده فقط، هو ان انت تبقى وزير نقل لدوره قادمه 4 سنوات. كيف؟ وشكوى احزاب عندنا نفوذ بها بالبرلمان تشتغل لصالحك. قلت له انا عراقي احب العراق، تفضل. اشرت له على الباب. بعدها هو راح الى زيباري بعد ما طردت السفير الايراني من الوزاره. اي راح الى زيباري، قال له هذا الوزير يمكن اصوله بعثيه. اجى الزيباري قال لي، قال يقول عليك يمكن اصولك بعثيه. قلت له هذا دا يمدح البعثيين. لان واحد يوقف موقف وطني تتهمه بعثي، معناته انت دا تمدح بالبعثيين. جميل. بعدها اجى السفير على موضوع اخر، قال نريد نسوي لنا تخفيض بتذاكر السفر للايرانيين على العراقيه. قلت له هذا احنا ما يمكن، لان هاي شركه تمويل ذاتي، بس اذا تاخذون الطائره تشارتر اكيد يطلع عليكم رخيص السعر. قال ايش قد يطلع؟ قلت له يطلع عليكم $300. قال احنا لا نريدها 250 او 240 هالشكل. قلت له هو راسا خابر رئيس الوزراء، فخابرني المايكي قال لي خفض لهم. قلت له داية الرئيس يعني انت اذا يجيك هسه نائب سني يقول لك ليش للسعوديه ب 550 والايران ب 250، شنو تقول له؟ يجيك ليش للاردن وهي صحيح نفس المسافه؟ صحيح. فانت ليش تخلي هذا الموقف؟ وبعدين هي شركه تمويل. قال لي سويها 280. قلت له سوي لي كتاب، انا بالشفهي ما امشي. فقلت له حيجي كتاب. راحوا اجى كتاب، اجى السفير قال اجى كتاب. قلت له اي 280. قال لا 250. قلت له ما السفير الايراني ما عنده شغل وعمل، بس يفتر بوزاره باع خابر تليفون. ايضا رئيس خابرني قال لي سويها 270. قلت له دولة الرئيس سوي كتاب. رجعت على السفير قلت له حيسوي كتاب 200. قال لا احنا ما نقبل حتى 270، احنا 250. قلت له هسه انتم تدعمون هاي حماس وحزب الله ملايين الدولارات وتجون على العراقيين على $10. انت هسه يقدر سفيرنا بطهران يخابر مكتب احمد نجاد، مدير مكتب احمد نجاد، مو احمد اللي كان بوقت رئيس الجمهوريه الايرانيه. اي قلت له يعني انت دا تحرج رئيس الوزراء بهذا الاسلوب مالتك، هل هو هذا دعمكم الهم؟ انا بالنسبه لي هاي مو كتاب 280 وراح يجي واحد 270. قلت له $1 ما انزل، ما دام اني موجود بوزاره النقل وين ما تيجي تروح روح.